السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم مطبخ اسماعيل ان شاء الله. كنت في السوق وجبت معايا محلات زي ما انتم شايفين اهو. واللي عايز يشتري محلات ما يشتريش المحلات الصغير، يشتري المحلات تكون كبيرة عشان تطلع اللي هي ايه اللحمة الجزل كده زي ما انتم شايفين يعني. عشان تعرفوا تاكلوا منها. انما المحلات الصغيرة دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش اي حاجة غير شوية العظم اللي فيها او القراقيش اللي فيها بس. تمام. ادي ايه ده اللي هو المحلات. وكان بيبقى فيه قشره سمراء من تحت. البيضه دي كويسه قوي، فبجيب السكين انا وببدا ايه اقشط بيه. اللي هي القشره سهله جدا في طلوعها، يعني اقشطها كده تطلع معايا وبعدين اشدها بايديا تطلع. المهم انا نضفته وحطيت عليه الخل بتاعه، وهنعمل له تتبيله ان شاء الله النهارده. آه يعني تقدري تقولي زي بتاعه البانيه بالظبط، زي تتبيله البانيه بالظبط. وانقعه فيها حوالي نص ساعه كده ولا حاجه، واطلعه بعد كده اقليه واوريه لكم ان شاء الله. بس حط لايكات كتيرة، وصلوا 100,000 لايك. انا تاني دلوقتي وهنعمله الخلطه اللي هننقع فيها اللي هي المحلات ان شاء الله. طبعا ده انا حاطط خل زي ما انا قلت لكم ومملحه. ودي ايه اللي هي التتبيله اللي هنعمله بيها دي 4 5 معالق دقيق مثلا، فلفل اسمر، كمون، توم، ليمون بخل. تمام. الاول اعمل ايه؟ عايز الكمون على الدقيق. خليته كويس كده. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي انا ضفت طبعا الكمون والفلفل الاسمر على الدقيق عشان يتضرب في الدقيق الاول قبل ما احط الميه. ودي كوبايه ميه مثلا زي ما انت ايه عايز حسب الكميه اللي عندك. نفس الطريقه بتاعت البانيه بالظبط. تمام. بس دي نزيد عليها التومه اهي، الخل والليمون. سنة ملح، الملح، نفس الطريقه بتاعت البانيه بالظبط. خليها تقيلة حبة. اهي زي ما انتم شايفين كده. هاخد انا من هنا اهي اهي، مش هاخد بايديا. وزي ما انا قلت لكم المحلات اللي عايز ياكل محلات نجيب من المحلات الكبيره. انما المحلات الرفيع الصغير ما بيبقاش فيه لحم خالص، عقبال ما يتسلخ وكده ما بيبقاش فيه فئام، ما بيبقاش فيه لحم. اهو زي ما انتم شايفين اهي، هنقعها شويه مثلا كده. تمام. ونص ساعه كده بالكتير ان شاء الله، ونطلعوها ونحطها في الطاسه على طول تتقلى. وبعد ما تتقلى ان شاء الله اوريها لكم باذن الله. دي الخلطه اللي انا ايه قلتها لكم بالظبط اهي. انا رجعت تاني اهو وانا بقليه ماشي. دول شويه دقيق على شويه بقسماط. مفيش بقسماط، رغيف كده يتحط في البوتاجاز ويطلع ويتضرب فين في الكبه مثلا، يديك البقسماط والتفاصيل اهو. هاخد من هنا واحده تاني اهي تاني اهي. تعالى اهي على ايدي كده يرجعوا. تعالى
بصوا يا جماعه ويا سلام. زي ما انا قلت بالظبط كده عاوز الناس راضيين بصوا يا جماعه، زي ما انا قلت لكم ان المحرات كل ما يكون كبير يكون احسن تعرف تاكل فيه. انما مثلا المحرات بيبقوا حاطين كده محرات صغير، الواحده تطلع لها كيلو وشويه مثلا، دي بيبقى ناشفه خالص، ناشفه عقبال ما تتسلق ويطلع منها. وهنا المحرسه دي في بيبقى عليها ايه، طبقه فيها طبقه قشره سودا، دي ممكن تشيلها. فبتشيلها بالطريقه اللي زي اكنك ايه، بتتسلق كده، يعني تفتح اول الجلد دي وبتشدها شد بتطلع معاك. طبعا احنا حطيناه في التتبيله بتاعته ونقعناه، وكنت محضر برضو ايه شويه البقسماط اللي انا بقلي بيهم دلوقتي. بقسماط على شويه دقيق. اخلص ان شاء الله واوريكم ان شاء الله انا وصلت ايه. بصوا يا جماعه، بعد ما حطيناه في الزيت احنا تمام، بصوا القطعه عامله ازاي. زي ما انتم شايفين، طلعها قدامكم نقلبه دي كده. بس على جنب. نقلبه فيه كده واحنا شغالين ان شاء الله. بصوا يا جماعه، بعد ما خلصنا قلي المحرات اهو زي ما انتم شايفين اهو، هعمل كده اهو تمام. طبعا بعد ما حطيته في الخلطه انا عملت شويه بقسماط على ايديا. حطيت رغيف في البوتاجاز، ما كانش عندي بقسماط، وحطيته بس ايه ينشف. وبعد ما احمر كده في البوتاجاز طلعته وضربته في الكبه على شويه دقيق. ودول المحرات زي ما احنا قلنا حطيته ونقعته فين، في الخلطه اللي انا عملتها. وكماله علشان يطلع معانا مقرمش بالشكل دوت ما يبقاش طري مننا، شويه البقسماط والدقيق اللي في الاخر اللي انا عملت بيهم اهو تمام. ومعانا شويه مسقعه اهم معمولين حامين، ورز وسلطه. وتفضلوا معانا. وزي ما انتم شايفين المحلات يعني هنقول احسن من الفراخ دلوقتي، او ارخص من الفراخ شويه تمام. فحاجه تاكل الولد، ونفتكر حتى بيها اللحمه ولا حاجه. وتفضلوا معانا. الله ينور عليك يا سمى. مسقعه دي حلوه قوي. وحط لايكات كتيرة.